ثم جاء وفد عظيم يمثلون 100,000 رجل، وفد اليمامة، وفد بني حنيفة، وفي الوفد مسيلمة الكذاب. فوصلوا نزلوا خارج المدينة، دخل الوفد كلهم على المدينة إلا مسيلمة ما دخل، جاي ما هو راغب في الإسلام، لكن سيدهم ما يريد يتخلف عن هذا. دخلوا فأسلموا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز، يعطيهم الهدايا، وكان هذا من عادته حتى يشجع قومه على الإسلام. فقالوا يا رسول الله إن فينا رجل من ساداتنا لم يدخل معنا، فقال ما دام يعني يحفظ لكم متاعكم ليس بشركم. ما هو أسوأ واحد فيكم الذي يحفظ لكم متاعكم؟ يعني عمل لكم معروف، يعني هذا معنى الكلمة، إن عمل فيكم معروف، إن يحفظ لكم أغراضكم، فخذوا هذه الجائزة له. فأخذوا الجائزة لمسيلمة، وقالوا لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دام هو يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم. قالوا انظروا مدحني محمد. الآن كلهم أسلموا إلا هذا. فبعدين دخل معهم إلى داخل المدينة، جالسين في المسجد. تعرفون المسجد النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق فيه، ما بينهم إلا جدار، وفي ستار ما بين بيت عائشة وبين المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الستار ويدخل على المسجد يصلي بالناس. فجالسين هؤلاء بني حنيفة يتكلمون، هذا جالس ظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة جالس وظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يتكلم. فقالوا له متى تسلم؟ قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، إذا يخليني أنا الخليفة بعده أسلم. وهو يقول هالكلام النبي صلى الله عليه وسلم طالع من البيت سمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عود صغير في الأرض يسمونه العرجون، فقال والله لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه. مو الخلافة أعطيك، العرجون هذا ما أعطيك إياه. ووالله ما أراك إلا الكذاب، ما أراك إلا الذي، قال والله ما أراك إلا الذي أريت في المنام، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. كلام ناشف شديد. فمسيلمة ما أسلم. ثم رجع بنو حنيفة، في الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ايش هذا ما الذي أريد في المنام، ايش قصدك؟ قال إني رأيت في المنام أن كنوز الأرض جمعت لي، ثم وجدت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب بغضتهم، ما أحبهم، نفخت عليهم طار السوارين. قالوا يا رسول الله ما أولتهما، ايش تفسير هذا المنام؟ قال أولتهما كذابين يخرجان في الجزيرة، اثنين يدعيان النبوة يعقرهما الله. وفعلا خرج الاثنين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وكلاهما الله سبحانه وتعالى قضى عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. وقصة مسيلمة طويلة. لما رجع مسيلمة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له رسالة من مسيلمة رسول الله ادعى النبوة الآن إلى محمد رسول الله، أنت نبي وأنا نبي، ألا إني أوتيت الأمر معك فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوما يعدلون يعني يظلمون. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فمن هنا صار اسم الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله. ما هو أنت اللي تقسم الأرض، الله يقسمها. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استمر أمر مسيلمة، واشتهر أمره بارتداد واحد من الصحابة أو من المسلمين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه النهار ابن عنفوة. هذا بقى وبدأ يتعلم الإسلام، بدأ يحفظ القرآن، حفظ البقرة وحفظ آل عمران على يد أبي بن كعب، بدأ يتعلم حتى صار عنده علم وصار عنده قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة في حديث يروي أبو هريرة، يقول كنت جالس مع النهار هذا ومع واحد ثالث من الأنصار جالسين، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لنا قولة عجيبة، احنا ثلاثة جالسين، فقال إن أحدكم في النار
ضرسه كجبل أحد، ضرسه في النار مثل جبل أحد. يعني هذا من أهل النار، واحد فيكم من أهل النار. يقول فخفت خوفا شديدا. يقول بعد فترة مات الأنصاري على الإسلام فزاد خوفي، بقيت أنا ونهار، وهذا مصلي متعبد يتعلم ويحفظ القرآن، يقول خفت أكون أنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نهار هذا إلى بني حنيفة يعلمهم الإسلام. الآن تعلم، حفظ القرآن وتعلم العبادات وكذا، فأرسل يعلم اللي أسلموا من بني حنيفة. فذهب النهار هذا يسمى النهار الرحال، فذهب الرحال هذا إلى بني حنيفة. أول ما وصل قبل ما يجتمع مع الناس استدعاه مسيلمة، قال يا نهار إذا قلت للناس أني نبي جعلتك وزيري. فطمع في الدنيا، رجل فقير سبحان الله، الآن يصير وزير فجأة، طمع في الدنيا. فلما اجتمع له الذين أسلموا من بني حنيفة والكفار من بني حنيفة قالوا ما يقول محمد؟ قال إن محمد يخبركم أن مسيلمة نبي مثله. فارتد من أسلم من بني حنيفة على يد نهار، وبدأ الناس يؤمنون بمسيلمة، فاشتهر أمر مسيلمة بهذا الأمر الخبيث بتصرف نهار الرحال. وهذا يدلك على أمر إن احنا ترى ما نعرف الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وثق بهذا الرجل وانظر ماذا فعل. ليس لنا إلا الظاهر، إلا ما يخبرنا به الله عز وجل. لذلك في العودة من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الإبل يرعاها الرعيان، فأرسل بعيرة ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يبحثون عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من المنافقين كان جالس في خيمة واحد من الصحابة، وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجالس المنافق مع كم واحد، فقال هذا يزعم أنه نبي يضيع بعيره ولا يدري أين هو، اشهد نبي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان. الآن هذا يتكلم في الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، صاحب الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن رجلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا يقول إن هذا يزعم أنه نبي ولا يدري أين بعيره الذي ضاع، وإني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما يخبرني به الله، وإن الله قد أخبرني أن بعيري في الوادي الفلاني قد أمسكت زمامه، تعلق زمامه بشجرة، هذا الذي حبسه. راحوا في الوادي لقوا البعير. هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فقاعد يسولف مع الجماعة. قالوا والله يا جماعة صار شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين قال إن في واحد يقول كذا وكذا ويزعم أنه نبي، وأخبرنا وين البعير. فقالوا له تدري من اللي يتكلم؟ قال من؟ قالوا هذا صاحبك اللي في الخيمة. فقام إليه ويضرب فيه في رقبته. قال قاتلك الله قبحك الله، أنت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فظل يضرب فيه لأن أنقذه الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وثق بنهار، فانظر ماذا فعل نهار، انقلب عليه. نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك يقول العلماء من كان مقتديا يريد يقتدي فليقتدي بمن مات. اللي مات على الإسلام وانتهى أمره على الصلاح اقتدوا به، أما الحي فلا تؤمن فتنته، ما تدري متى يفتن. استمرت الوفود. من أهم الوفود التي جاءت وفد طي. الحقيقة ما كان وفدا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يفتح طي، قبيلة طي. عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور كان هو سيد طي، فكان مع انتشار الإسلام بدأ يخاف. في الطريق من المدينة إلى طي في صومعة لبعض الرهبان، فأرسل للراهب قال له إذا مرت عليك أعلام المسلمين رايات المسلمين أخبرني حتى أهرب. فجهز أغراضه وجهز دوابه وكل حاجة. فلما جاءت رايات المسلمين أرسل له الراهب قال قد جاءت رايات المسلمين فإن كنت تنوي أن تفعل شيء فافعل. فهذا ماذا فعل؟ أخذ أهله وأخذ أمواله، أهل زوجته وأولاده فقط، ما أخذ أهل الآخرين، فقط زوجته وأولاده، وأخذ أمواله وركب على الإبل السمان اللي مجهزها وفر إلى الشام عند النصارى وترك طي. جاء المسلمين احتلوا طي، أخذوا طي، هرب من هرب وأسر من أسر. من بين الذين أسروا أخت عدي بن حاتم، وجيء بها إلى المدينة، وضعت لهم
وضع لهم شبك حول قريب من المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كل ما ذهب إلى الصلاة. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقفت له هذه المرأة فقالت: يا محمد، أنا فلانة بنت سيد قومي بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، يعني أبي قد مات واللي يرعاني غاب اللي هو عدي، فارحم وأكرمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من الوافد؟ من الوافد الذي غاب؟ قالت: عدي أخي. قال: الفار من الله ورسوله، يفر من الإسلام، يفر من الله ورسوله. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتت. ايش تقول؟ جلست. ثاني يوم نفس الموقف، نفس الجواب. ثالث يوم ما قامت، خلاص فقدت الأمل. تقول: فإذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرفته فيما بعد، فأشار إلي قال: قوموا. فقمت فقلت نفس الكلام. قال: من الوافد؟ عدي بن حاتم، الفار من الله ورسوله، أما أنت فنطلقك، امرأة كريمة شريفة نطلقك، وأما عدي فإن جاءنا لنكرمنه، يشجع على الإسلام. فقالت: يا رسول الله، إذا في أحد ذاهب إلى الشام فأخبرني أروح لأخي. وفعلا في قافلة كانت ذاهبة إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها معهم. وصلت إلى عدي بن حاتم، عرفها من بعيد، عرفها من بعيد، فأول ما شافت صرخت: الظالم القاطع، تتركنا وتذهب، تفر بنفسك وأهلك وإحنا ما إحنا أهلك. فهو طبعا عتاب له موقعه صحيح. قال: كل ما تقولين حق، أنا غلطان، اعترف. فسبحان الله، الإنسان لما يعترف بخطأه اللي أمامه يلين، اللي يدافع اللي أمامه يتشنج. فهي لما شافت اعترف ولعنت. قالت: يا عدي، جئتك من خير الناس. يقول عدي: وكانت امرأة حازمة، يعني امرأة ذات عقل. في بعض النساء لهم رأي، يقول هذه من النساء اللي لها رأي، حازمة. قلت: ما الرأي عندك؟ قالت: يا عدي، ما يعدم أن يكون واحد من رجلين، إما نبي وإما ملك. يا نبي الآن، يا ملك الآن يملك الجزيرة. فإن كان نبيا فصحبته شرف الدهر، أي شرف أعظم من أن تكون صاحب نبي. وإن كان ملكا فوالله جئتك من أكرم الناس، كريم فلن تعدم خيره. قال: والله هذا الرأي. فرجع، وصل إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وأحسن استقباله، فرح به، سيد طيب وابن حاتم الطائي، مكانته في الناس عظيمة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم أي استقبال عظيم. يقول: أنا قاعد أشوف هل هو نبي ولا ملك. يقول: فأخذني إلى بيته. يقول: ونحن في الطريق الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من سادات العرب، من أشرف العرب. يقول: واحنا في الطريق جاءت امرأة عجوز فأمسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، أريد أن أحدثك. يقول: فتركني ووقف معها، فظلت تحدثه ساعة وأنا واقف. فقلت: والله ما يفعل هذا ملك. هذه ما هي أخلاق الملوك، أخلاق الأنبياء اللي يهتم بالملك بالسادة مثل ما يهتم بالضعاف. لما انتهت منه يقول: مشى بي حتى وصلنا إلى البيت. دخلنا البيت فإذا ليس في البيت شيء إلا حصير ووسادة من ليف، ما عنده شيء في البيت. فقلت: ليس هذا ببيت ملك، هذا بيت نبي. يقول: فلما أردنا أن نجلس رمى علي الوسادة، قال: اجلس عليها. قلت: فرميتها عليه. قلت: بل اجلس عليها أنت. يقول: فرماها علي. قال: بل اجلس عليها. يقول: فألح علي، فجلست على الوسادة وجلس هو على الأرض. فقلت: والله ما يفعل هذا ملك، هذه أخلاق نبوة. ثم إنه قال كلمة عجيبة، قال: يا عدي، ألست على الركوسية؟ يقول: فتعجبت. الركوسية دين مندثر، ما في أحد يؤمن فيه، يقول إلا أنا، لأن عالم كان يتعلم ويقرأ عرف عن الركوسية، آمن بالركوسية. دين ما بين اليهودية والنصرانية. يقول: الناس يظنون أني نصراني، لكن حقيقة نفسي أنا ركوسي.
يقول حتى زوجتي واهلي واخواني لا يعلمون اني على الركوسية. يقول ما في الدنيا احد يعلم عني على الركوسية، كلهم يظنون اني نصراني، بينما انا حقيقتي اني ركوسي. هذه عقيدتي لكني لا اظهرها. فقلت نعم. قال يا عدي ألست تأخذ المرباع من قومك؟ المرباع نوع من الضريبة، تأخذها من قومك، كان فارض عليهم ضريبة يسميها المرباع. قال نعم. قال يا عدي ألا ترى أن المرباع حرام في الركوسية؟ قال هذا ايش عرفه؟ هذا الدين المندثر الذي لا يعرف عنه احد، الان يعرف احكام التفصيلية ويعرف اني انا قاعد اسوي شيء حرام في ديني. فقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. عرفت خلاص استقر الاسلام. يقول لما اسلم ذهبنا الى المسجد فجينا نصلي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الايات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول فبعد الصلاة جئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا، احبارنا ورهباننا ما اتخذناهم اربابا، نحن نعبد المسيح ما نعبد الرهبان ولا الاحبار. قال يا عدي اليسوا يحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال ويحلون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم اياهم. العبادة ليست فقط السجود، العبادة التشريع. لما الله سبحانه وتعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ويأتي من يشرع بغير هذا التشريع ونوافق على ذلك، هذه عبادة. العبادة ليس فقط السجود والصلاة والصيام، العبادة هي التشريع. هذه العبادة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، رب هذا الذي يشرع تشريع غير تشريع الله عز وجل، من يرضى بتشريعه يكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا الامر، ان العبادة ليست فقط شعائر في المسجد، وانما من اعظم العبادات التشريع، فلا يجوز تشريع الا تشريع الله عز وجل. ثم انه قال لعدي يا عدي لعله منعك من الاسلام ان ترى المسلمين فقراء ما عندهم مال والكفار اغنياء، فوالله ليستقرن امر الاسلام حتى ليحثون المال حثوا، فيسير الراكب بصدقته من الذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. من كثرة الغنى ما يلقون فقير، يمشي الواحد بالذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. ولعلك منعك من الاسلام يا عدي انك ترى المسلمين دائما في قتال وفي حروب وفي خوف، فوالله لتسيرن المرأة من القادسية الى هذا البيت، بيت الله الحرام، بدون جوار، بامان كامل. ولعله منعك من الاسلام يا عدي ان ترى المسلمين في خيام وفي بيوت يعني فقيرة، فوالله ليتمن الله هذا الامر حتى لترين قصور بابل في ايديهم. يقول عدي فوالله لقد امتد بي العمر حتى رأيت قصور بابل في ايدي المسلمين، ورأيت المرأة تسير من القادسية الى بيت الله بدون جوار، فهذه اثنتان والثالثة ستأتي. ما رأيت الثالثة بعد لكنها ستأتي. فهذا قصة حاتم وبإسلام عدي بن حاتم، وبإسلامه دخل الطيء في الإسلام. كذلك دخل الأزد من اليمن في الإسلام. جاء رجل يمثل بني سعد بن بكر، قصته قصيرة لكن عجيبة. هذا الرجل اسمه ضمام بن ثعلبة، كان من أهل الفراسة. الفراسة هو أن ينظر في وجه الرجل فيعرف صادق أو كاذب، وكان قومه يثقون به، ما عمره أخطأ. يأتيه الواحد يكذب يعرف أنه كاذب، يصدق يعرف أنه صادق، من وجهه من كلامه يعرف. فكانوا إذا أرادوا أن يختبروا شيء يرسلون ضمام، قالوا له يا ضمام أنت تعرف الكاذب من الصادق، اذهب واختبر لنا هذا الرجل شوفه صادق ولا كاذب، وعلى نتيجة هذا اللقاء نقرر. فذهب ضمام بن ثعلبة، وصل دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ما يعرفه. قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك فاصبر.
يعني سأتكلم كلام فيه قسوة، فيه يعني ما هو مؤدب، ما هو لطيف هكذا، ما اختار كلماتي، سيكون كلامي مباشر وصريح. فلا تزعل. قال قل. قال يا محمد من خلق السماوات. شوف سؤال بسيط، هو يطالع في النبي صلى الله عليه وسلم براقب. قال الله. قال يا محمد من خلق الأرض. قال الله. قال يا محمد من نصب الجبال وجعلها رواسي في الأرض. قال الله. قال فسألتك بالله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صادق، ما في الكاذب يرتجف يتردد، في إشارات، ما في صدق واضح. وكان الرجل جاي أعرابي له ضفيرتين، شعر ضفائر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتك بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة؟ قال نعم. سأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن الكبائر، فأخبر بها. قال يا محمد إن فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الإيمان تدخل الجنة. قال والله لا أزيد على ذلك، ما النوافل والأعمال الثانية كلها ما بيها، بس أبي أسوي هذا بدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين، ذو الضفائر، إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. الإسلام سهل، الإيمان أداء الفرائض، امتناع الكبائر، باقي الأعمال نوافل. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. بإسلام ضمان بن ثعلبة دخلت بنو سعد دخل بنو سعد بن بكر في الإسلام. شوف مسألة بسيطة. ثم جاء الأمر من نجران. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى نجران، أرسل لهم كتابا يخيرهم بين الإسلام والجزية أو الحرب. ونجران كانوا على النصرانية، وكان أمرهم في هذه الأمور إلى الأسقف، أسقف الكنيسة. فوصل الكتاب إلى الأسقف. هذا الأسقف عالم من علماء النصارى، فيعلم أنه بقي نبي، شاف الإشارات كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف، بدأ يسأل الأساقفة الثانية، ما وجد شيء آخر، كلهم على نفس الرأي، فاحتار ماذا يفعل. فأرسل إلى ملك نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة. شرحبيل من دهاة العرب، من أذكى العرب، كانوا إذا عد الدهاة في العرب يعدون شرحبيل. فأرسل له، فاجتمع معه، قال جاءني كتاب، هذه صفته وهذا أخباره، وإحنا عندنا إشارات في الإنجيل تقول كذا، وأنه بقي نبي من بني إسماعيل، وهذا من بني إسماعيل، والله ما ادعاها إسماعيلي قبل ذلك، ماذا نفعل؟ فشرحبيل على ذكاء قال لو كان من أمر الدنيا لاحتلت لك، لو أمر فيه أمر من الدنيا أنا عندي الرأي، لكنه من أمور الدين أنا ما أعرف، أنت العالم، فأنت قل لي رأيك. فاحتار الرجلان، ثم إنهم دقوا النواقيس وأشعلوا النيران، اجتمعت نجران، أهل نجران 100,000 اجتمعوا. فوقف الأسقف فأخبرهم بالخبر، جاءتني رسالة من رجل يقول أنه نبي، وكل الإشارات تقول أنه هو النبي، ما أدري ماذا أفعل، ما رأيكم؟ قالوا الأمر إليك، أنت عالمنا وأنت سيدنا وأنت حبرنا، أنت تقرر ونحن معك. اسقط في يده، لازم يتصرف. فاتفقوا أن يخرج وفد من العلماء ومن السادة ويذهبون إلى المدينة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يظهرون مكانتهم لبسوا أفخر ملابسهم، لبسوا الحرير ولبسوا الذهب، وذهبوا إلى المدينة. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سلموا فلم يسلم، كلموه فلم يكلمهم، فاحتاروا ماذا يفعل. خرجوا تشاوروا ماذا نفعل، قالوا ندخل مرة أخرى. دخلوا مرة أخرى ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم. فخرجوا، فجاءهم علي بن أبي طالب، قالوا له أنت صاحبه، قل لنا من رأي، ليش ما يكلمنا، يكلم كل الوفود إلا إحنا. قال انزعوا هذه الملابس
الحرير والذهب هذا انزعوها، هو لا يحب هذا. فغيروا ملابسهم، لبسوا ملابس عادية، فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم، وقال لما دخلوا علي بملابسهم تلك كان معهم إبليس نفسه جاي معهم، فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم. الآن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكلمونه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سألوه ماذا يدعو، أجابهم، ثم سألوه عن عيسى عليه السلام، فنزلت الآيات ترد عليهم. الآيات اللي في سورة آل عمران، مقدمات سورة آل عمران كلها نزلت في وفد نجران، إلى قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى لما سألوا عن عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تقولون عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، الأعظم آدم من غير أب ومن غير أم، هذا أعظم من عيسى في ولادته وفي إعجاز خلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاءت الآيات في قصة مريم وقصة آل عمران وكلها تشرح لهم، ترد عليهم كل الأسئلة التي سألوها كان الرد عليها في سورة آل عمران. ثم إنهم احتاروا ماذا يفعلون، قالوا ما نسلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قال لهم أباهلكم. والمباهلة هو أن يخرج الفريقان بأولادهم ونسائهم ويدعون الله، والمباهلة رفع اليد عاليا، يدعون الله أن الذي على الباطل تنزل عليه اللعنة. قال تعالوا اخرجوا. لما نزلت آية المباهلة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه، في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة واستدعاها، وخرج معها علي بن أبي طالب والحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم هذا خرجت بأهلي، الآن تعالوا باهلوني، أنتوا ادعوا أن اللعنة تنزل على الكاذبين وأنا أدعو أن اللعنة تنزل على الكاذبين. فتشاور وفد نجران ثم قالوا لا ما نباهلك، خافوا. هكذا كان خوفهم وترددهم، واحتاروا حيرة شديدة ما يدرون ما يفعلون. فلما احتاروا جاءهم شرحبيل هذا الذكي فيهم فقال الرأي عندي، اسمعوا مني. قالوا ما الرأي؟ قال نحن الإسلام لا نريده، ما نسلم، نحن على ديننا. والرجل رأيتم كرمه ورأيتم إنصافه ورأيتم عقله ورأيتم حلمه ورأيتم عدله، الرأي عندي أن نطلب منه هو يحكم فينا، هو يختار، إلا الإسلام ما نسلم. فاتفقوا على هذا الرأي، راحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم، فقال أخشى أن يردكم قومكم. فقال شرحبيل أنا سيد قومي وما يردني أحد، فشهد له الآخرون قالوا ما يردونه. قال إذن أحكم فيكم ما دام رفضتم الإسلام، أحكم فيكم بالجزية. وفعلا فرضت عليهم الجزية وقبلوها، وصارت نجران خاضعة للإسلام، ثم بعد ذلك فشى فيهم الإسلام وانتشر فيهم الإسلام. فهكذا دخلت نجران في الإسلام. لما دخلت الوفود هكذا جاء وفد من حمير ودخلوا في الإسلام، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه أحكام الزكاة. وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في أحكام الزكاة، كتاب الذي كتب لحمير. ثم جاء وفد بني بجيلة يرأسهم عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نهاية العام التاسع. جاء وفد، يقول وصل الوفد، عبد الله بن جرير يروي يقول وصلنا وقت صلاة الجمعة وإحنا ناوين الإسلام، يقول فاغتسلنا ودخلنا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كانت الخطبة بادية،
يقول فدخلنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. يقول والناس كلها ينظرون، كل الناس ينظرون إلي، كل الناس تارك الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الباب. لما دخلت كلهم ينظرون إلي، وين ما تحركت عيونهم علي، وأنا متعجب كل الناس تنظر لي، أكيد في شيء. يقول وأنا ماشي أدور مكان أجلس والناس تنظر إلي، ولما جلست الناس كلها تنظر إلي والخطبة واقفة، وأنا مستغرب إيش صار. فالتفت على اللي جنبي قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم. قبل أن تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن. أفضل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بجيلة بهذا. يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن عليه مسحة ملك، شكل ملك لكنه من خير الناس في التقوى. ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ دخلت في الإسلام ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي، الباب مفتوح. يقول وما رآني إلا وتبسم. شوف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني لا أثبت على فرس، عندي عيب، كل ما ركبت على فرس أسقط، وكان طويلا رحمه الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك اليوم. قيمة هذه القصة من الناحية الفقهية قيمة عظيمة، أن عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدون كل مرة يستأذن يدخل عليه، كان الآخرين يؤخرون لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن جرير ما يؤخر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة هذه الأحاديث أنها متأخرة جدا، أسلم في السنة 9، فأي حديث يتعارض مع أحاديث عبد الله بن جرير، أحاديث عبد الله بن جرير تنسخه لأنه متأخر في الإسلام. فهكذا كان رضي الله عنه. ثم جاء وفد بني الدار بقيادة تميم الداري وأسلموا، وله قصة طويلة. فأسلموا بني الدار، يرويها قصة في صحيح مسلم، قصة في لتميم مع المسيح الدجال، فهذا في صحيح مسلم اللي يريد يرجع لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر في السنة 9 أرسل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا وأسلموا. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا، ويريد هذا الكلام قال أمام الناس وانتشر بين الناس. فعاتب هؤلاء بني الحارث، قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل؟ فسكتوا. قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل؟ فسكتوا. 4 مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما والله لو لم يأتني خالد بإسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. فقالوا، وقف واحد منهم حكيم قال الله ورسوله أمن وأفضل، والله ما أنت ولا خالد الذي جاء بنا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. هذه الكلمة انتشرت ان النبي صلى الله عليه وسلم الآن لن يتساهل مع أي واحد لا يأتي، اللي ما يأتي يحط رأسه تحت قدمه. فجاءت الوفود، خلاص كل القبائل بدأت ترسل بعد انتشار هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين. فكان إسلام بني الحارث سبب في إسلام الآخرين. بإسلام بجيلة، بإسلام الأزد، دخلت اليمن في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يعلمان أهل اليمن الإسلام، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، وأمرهما قال لا تختلفا. فعلا يعني علمهم الأوامر وكذا، وبدأ يتحرك. قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق معاذ بن جبل، وكان يحب معاذ حب شديد، وقال له لعلي لا ألقاك بعد اليوم. فبكى معاذ، قال إن النبي ينعي نفسه. ثم نزلت سورة النصر
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه الوفود المتتالية، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أبو بكر لما نزلت الآية بدأ يبكي بكاء شديد. قالوا ما يبكيك يا أبو بكر، هذا خير، دخول الناس في دين الله أفواجا خير. قال إن الله ينعي لنا رسولا. هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مع دخول الناس بالإسلام انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإشارات بموته بفضل الله عز وجل، ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وساد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب للإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار لأمر هذا الدين. الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاءت الوفود وفد الوفد. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا إلى عام الوفود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع أقل التقديرات 100,000. فانظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الأعداد من 1400 إلى 100,000. هذا غير الذين لم يحجوا. فإذا رأينا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الإسلام نعم يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الجهاد، لكن هذا الجهاد الهدف منه أن يخلى بيننا وبين الناس، أن لا نمنع من تبليغ كلمة الله عز وجل. عندما يفتح الأمر للإسلام أن يتحدث بوضوح بصراحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه بالحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس، فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس. دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير تفسير ابن عباس وغيره فهذه علامة موتك يا محمد. خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب. الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي. استقر من ناحية الوحي والتشريع، تم التشريع، اكتمل التشريع. واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لملوك الأرض. رأينا كيف أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس في مصر
أعظم ملوك الأرض، وإلى النجاشي في الحبشة، أعظم ملوك الأرض وصلتهم الرسالة. فإذا بلغ الدين. الآن استمرار عملية التبليغ مهمة الأتباع، فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية. صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالصة للإسلام منيعة، فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر، وفي العام العاشر استمرت الوفود. ليس كل الوفود في العام التاسع، بعضها في العام العاشر، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع. ففي العام العاشر استمرت الوفود، ولم تكن هناك معارك رئيسية. بعد غزوة تبوك كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل العام العاشر واستقر الأمر للإسلام كما ذكرنا، إلى أن جاء ذي القعدة من العام العاشر، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه ينوي الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، منها العمرة التي مع الحج، ولكنه لم يحج إلا مرة واحدة. ما حج إلا مرة واحدة، هي هذه الحجة والتي تسمى بحجة الوداع. فلأنها الحجة الوحيدة، ولأنه يريد أن يعلم الناس أمر الحج، أرسل الوفود للناس، للقبائل التي دخلت في الإسلام، أنه ينوي الحج، فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، تحرك من المدينة في ذي القعدة. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يسير على قدميه محمول بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا قد نذر أن يحج ماشيا. نذر أن يحج ماشي، الناس راكبة هو ماشي وعجوز. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ هذا الدين يسر، هذا الدين ليس عسر، هذا الدين ما جاء لتعذيب الناس، ما جاء للمشقة على الناس. الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج ويرفع عنا الإصر، ما جاء ليثقل علينا. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ مروه فليركب. فأمر فركب، إظهارا لمبدأ عظيم، وأن هذا الدين يسر. بعض الناس اليوم يشددون على البشر، وكلما جاءت قضية فيها خلاف يبحثون عن الأصعب والأشد، بينما الأمر كلما استطعنا أن نسهل على الناس فهذا شأن هذا الدين. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هكذا شأن هذا الدين، إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف، ليس هذا من شأن هذا الدين. الجهاد أمر أساسي في دين الله، لكن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد والغلظة على الناس والأخذ بالشدة هذا ليس من أمر هذا الدين. من يريد أن يشدد على نفسه فليفعل، لكن لا يشدد على الناس، لا يشدد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بالعزيمة، لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس، وهذا شأن هذا الدين. وجاءت امرأة في أثناء الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها طفل صغير يعني يكاد يكون رضيع، فرفعته قالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ هل يحسب الحج لهذا؟ فقال: نعم، ولك أجر. فهي تؤجر على أخذ هذا الطفل للحج، لأن أخذ الطفل للحج فيه مشقة، هي التي ستحمله وتدور به بالطواف والسعي وغيره، فيه مشقة لا شك. فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجة، والمرأة تؤجر على فعلها، وولي أمره ووالده الذي يأخذ يؤجر، ومن ينفق عليه يؤجر. فالذهاب للحج حتى للصغار فيه أجر. لكن قال العلماء: هذه الحجة ليست حجة الإسلام، ما تغنيه عن حجة الإسلام، ما تسقط عنا الفرض. فإذا بلغ يجب أن يحج، إذا بلغ يجب أن يحج. هذا من الأحداث التي حدثت في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر صلى الله عليه وسلم. والحج كما تعلمون أنواع، هناك حج إفراد، وهناك حج تمتع، وهناك حج قران.
الإفراد هو الحج فقط بدون عمرة، والتمتع هو أن يعتمر ويتحلل، ينتهي ويلبس ملابس العادية، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى ويبدأ الحج. فإذا عمرة، يتمتع بالتحلل ثم يحج. الطريقة الثالثة هي القران، وهو أن يعتمر لكنه لا يتحلل، يظل على إحرامه، وإذا جاء الحج يحج، فيقرن العمرة مع الحج، يربطهم بدون تحلل. 3 أنواع. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لكنه قال: لولا أني سقت الهدي، والهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد العمرة أو بعد الحج، يقول: لولا أني سقت الهدي لتمتعت. فالذي يسوق الهدي لا يتمتع، لكن الذي لا يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. فأفضل أنواع الحج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أني سقت الهدي لتمتعت، لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأمر أصحاب الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا، يتحللوا بعد العمرة ثم يوم الثامن يحجوا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية. ويسمى يوم التروية لأن الناس تأخذ معهم الماء، يروون الماء، يأخذونه معهم إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء، فيروون الماء ويسمى يوم التروية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن إلى منى. في اليوم التاسع يوم الوقوف بعرفة الذي يسمى يوم الحج، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة لأنها في الطريق، ثم إلى عرفة. كانت قريش لما يحج الناس، والمشركين كانوا يحجون، لما يصلوا إلى منى في اليوم الثامن يذهب الناس اليوم التاسع إلى عرفة، كان الناس يذهبون إلى عرفة إلا قريش، ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يتوقفون عند مزدلفة، عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلفة، فيتوقفون عند المشعر الحرام عند مزدلفة، ولا يذهبون إلى عرفة. يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج منه. مزدلفة في داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. فقالوا: نحن أهل الحرم ما نخرج منه، يريدون أن يجعلوا لأنفسهم ميزة خصوصية. فكان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا أهل قريش كانوا يبقون في مزدلفة. فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من عرفة، من منى إلى عرفة، الناس الآن ينتظرون هل سيتوقف عند موقف قريش أم سيذهب إلى عرفة كما يذهب الناس، وخاصة أهل مكة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة دفع، كمل، ما وقف عند مزدلفة، أكمل إلى عرفة. هذه الخاصية التي ابتدعتها قريش ليست من الدين، فألغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل عرفة هي الموقف، وقال: الحج عرفة، اللي يوقف في مزدلفة ليس له حج. فألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قولتها: الحج عرفة، بدون عرفة ليس هناك حج. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التميز الذي ميزت قريش به نفسها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بخطبة الوداع، خطبة الحج. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحج، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، يلخص فيها أمر الدين: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا،
في موقفي هذا أيها الناس. وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسأل، قال أي يوم هذا؟ قالوا هذا يوم الحج الأكبر. قال أي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر الله الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدم المسلم كحرمة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. هذه عظمة الدم المسلم والمال المسلم. الدم والمال حرام، وحرمته ليست أقل حرمة من مكة الشريفة ومن يوم الحج الأكبر. هذه حرمة الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم، حرمة عظيمة جدا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الخطبة. ثم قال ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ثم وضع مجموعة من التشريعات أكد عليها. هي انتهت أصلت، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأن الآن الناس اجتمعوا فيريد أن يسمعوها منه مباشرة. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فالربا ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يتساهلون اليوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في آخر موضع يلتقي به مع الناس. وأول ربا بدأ به ربا أهله، ربا عمه العباس. وإن دماء الجاهلية موضوعة. الثأر الذي كان بين القبائل في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يجوز الثأر. وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فبدأ بدم أحد أقربائه صلى الله عليه وسلم فألغاه. وإن مآثر الجاهلية موضوعة. التفاخر الذي كان بين الناس في أمور الجاهلية والذي كان عليه القتال والصراع بين قبائل العرب ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمرين: غير السدانة والسقاية، اللي هو الشرف في إعمار بيت الله الحرام. هذا هو الشرف، هذه هي المكانة. الاهتمام بأهل الحج والحجيج بسقايتهم وبسدانة الكعبة، يعني رعاية أمر الكعبة وخدمة الكعبة وحجاج الكعبة. فهذا شرف لا يلغى. من يريد أن يتفاخر بهذا الشرف. لكن مآثر الجاهلية، التفاخر الذي كان في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد مجموعة تشريعات. والعمد قود. القتل العمد فيه القود، يعني يقاد من الذي قتل. هنا تشريع الإسلام أن القاتل إما أن يقتل إذا أصر أهل المقتول على ذلك، أو إذا قبلوا بالدية فيدفع الدية، أو يعفون. لهم الخيار، لكن الخيار بيد أهل المقتول. فالعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. القتل شبه العمد وهو أن يقتل الإنسان بشيء لا يقتل في العادة. يضرب إنسان بعصا، العصا ما تقتل في العادة، أو يضربه بحجر، الحجر لا يقتل في العادة. فإذا مات الإنسان بسبب هذا، هل هذا قتل عمد ولا خطأ؟ هو ليس خطأ، هو قصد أن يضربه، وهو ليس عمد لأنه لم يقتله بشيء يقتل في العادة، فسمي شبه العمد. ما حكمه؟ وفيه 100 بعير. الدية فيه الدية، ما يجوز فيه القود، ما يجوز فيه القتل، تدفع فيه الدية، وديته في هذه الحالة 100 بعير. فمن زاد، من أصر قال هذا المقتول شريف ولا عظيم ولا أمثال ذلك، لا نقبل 100 بعير، لازم 1000 بعير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فهو من اهل الجاهلية. احكام محددة اصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ايها الناس، ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه. يئس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك. يعني في جزيرة العرب امر التوحيد استقر. الشيطان يئس ان يعود الشرك بصورته الظاهرة الواضحة الى جزيرة العرب. قد يظهر باقل من ذلك، لكن ان يعبد الشيطان كما كانت تعبد الاصنام كلا، الا قبيل قيام الساعة. ما عدا ذلك ماذا يفعل الشيطان؟ رضي باقل من ذلك. رضي الشيطان ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم. رضي بالصغائر، رضي بالامور التي يستصغرها الناس، ويأتيهم الشيطان من هذا المدخل. ثم قال: ايها الناس، انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهر، وجعل من هذه 12 شهر 4 أشهر حرم. فكانت العرب يتلاعبون في هذه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 1 فرد و3 متتالية. لأن ال3 المتتالية كانت طويلة عليهم أن لا يغزوا فيها، وكان العرب يعيشون على الغزو على بعضهم، فكانوا ماذا يفعلون؟ يلعبون. فأحيانا بعد ذي الحجة يقولون: سنؤخر محرم شهرا، ويجعلون شهر آخر زيادة. النسيء هي الزيادة، فيجعلون شهر زيادة في السنة ما بين ذي الحجة ومحرم، يزيدون السنة. او يجعلون محرم بعد صفر، فيجعلون صفر قبل محرم، يقولون هذا اسمه صفر، وبعدين محرم الشهر القادم، ويلعبون في هذا. فلأنهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج، لأنه إذا زادوا شهر السنة هذه اللي القادمة يصبح الحج في محرم، والسنة اللي بعدها يصبح لو زادوه مرة أخرى يصبح في صفر. فكان الناس يتلاعبون بالأشهر، وهو من أشد الأمور أن يتلاعب الناس بالمواقيت والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعالج هذه المسألة، فعالجها في حجة الوداع. منها قضية النسيء، فأبطل النسيء، ما في نسيء، انتهت. الأشهر الحرم استقرت، ويجب تثبيتها على هذا الأساس. فالنسيء زيادة في الكفر، وما كانت تفعله العرب من الجهل، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليبقوا الأشهر الحرم 4. الله قال الأشهر الحرم 4، فيريدون أن يبقوها 4، فيؤخروا محرم إلى صفر أو يجعلوا شهر بينهما، فما زالت 4 كما يقولون. فواطئوا يعني وافقوا ما حرم الله، يعني وافقوا أن نجعلوها 4. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجة فعلا، ليس شهرا آخر بالخطأ بسبب تلاعب الناس بالأشهر. دار الزمان ودار من كثرة ما تلاعبوا بالنسيء، رجع ذي الحجة في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل، فاستقر الأمر. فالآن إذا ثبتنا الأمر على هذا، عاد الزمان كما هو، وعادت المواقيت كما هي، رمضان في وقته وذي الحجة في وقته، حتى لا يقول الناس أنه الناس تلاعبوا في الأشهر. نعم تلاعبوا، لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه، فمن وصاياه العظيمة أوصى بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم،
ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. يعني إذا لم يطيعوكم، إذا نشزوا، ليس إذا فعلوا الفاحشة. الفاحشة الزنا حكمه محدد، لكن إذا لم يطيعوكم، إذا نشزت المرأة ما حكمها؟ فقال فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن، وهو العضل هو المنع الشديد، النصح الشديد. وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب لا يجوز فيه الأذى، لا يجوز فيه أن يترك أثر. وفصل العلماء في هذا حتى قالوا يضربها بمثل السواك. يعني ليس الضرب المقصود فيه الأذى، وإنما الضرب الذي مقصود به أنه يا امرأة قد وصلت إلى حد خطير، ما بعد هذا إلا الطلاق، فانتبهي. فالتنبيه الشديد أنه انتهى مرحلة النصح وانتهت مرحلة الهجر، الآن وصلنا إلى آخر مرحلة، بعدها يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، فإما تثبيت الزواج وإما الطلاق. فانتبهي، قد وصلت إلى آخر مرحلة. هذا المقصود من الضرب، وليس المقصود من الضرب الأذى. بعض الناس يعيب على الإسلام هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يحدد معنى الضرب ضربا غير مبرح، ما يترك أي أثر، ما يترك أذى، وإنما يشير إلى أن المسألة وصلت إلى مرحلة خطيرة. فإن انتهت المرأة، عرفت أنها تجاوزت الحد، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ترجع الحياة الطبيعية وتنتهي المسألة. وإنما النساء عندكم عوان. العوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فكأن المرأة في بيت الزوج أسيرة، يعني ليس لها الأمر المتاح للرجل من التصرف في أمرها، هو المسؤول عنها وهو المتصرف في رزقها وكذا. فمثل هذه يجب الإنسان أن يراعيها ويعني يبالغ في رعايتها، لأنها كالأسيرة بين يديه. لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله الإنسان في المرأة، يتقي الله فيها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بهن خيرا. يعني الإنسان الذي يكرم زوجته ويلين لها ليس ضعف، بعض الناس يعتبر هذا ضعف، بالعكس هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة ترفع صوتها عليه أحيانا، يقول فلما وصلت إلى الباب فإذا امرأة عمر بن الخطاب تصرخ عليه، هذا الذي يخيف كل الناس امرأة تصرخ عليه. يقول فرجعت، هو سمع صوتي فجاء ماذا وراءك؟ قال لا خلاص، فأصر عليه، قال سمعت يا يشتكي لك وشفت حالتك. فقال هي تطبخ لي، هي تخدمني، هي تصبر علي، ولا يجب عليها شيء من ذلك، فأفلا أصبر عليها؟ فهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قال العلماء حتى لو أخذ منه سواكا بدون إذنه لا يجوز، ما تأخذ شيء من أخيك إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا
التقوى، فألغى كل القوميات. هذه القوميات الآن التي تمزق الأمة وتجعل الصراعات ونرى الحروب من أجلها، ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل هو للتقوى وليس للنسب. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الكلام ليس فقط للحاضرين في حجة الوداع، لكل من لم يحضر. الشاهد يبلغ الغائب. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. فالمواريث لا يجوز التلاعب فيها، محددة مفروضة. شرع الله عز وجل المحدد لا يجوز تغييره. ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. إذا يريد الإنسان يوصي يجوز له أن يوصي، لكن لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. والولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا امرأة ولدت فالولد ينسب لزوجها، وإذا ثبت الزنا فلها الحجر، الرجم. ليس كما لعبوا الآن في التشريعات، أبدلوا شرع الله عز وجل بشيء آخر، بالسجن وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم واضح في هذا الموطن. وللعاهر، للزانية أو الزاني، الحجر. المحصن يرجم. الأمر محدد، لا يقول أحد ما في رجم. وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. المولى هو العبد الرقيق الذي يحرر، فإذا حرر يقال فلان مولى فلان سيده السابق. حذيفة لما حرر سالم عليهما رضوان جميعا فيسمى سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبو حذيفة، فينتسب إلى سيده السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه. طبعا هذه الولاية لها أحكام فقهية شرعية ينبني عليها أمور. فقال من ادعى إلى غير أبيه، هذا التبني لغير الذي حرمه الله عز وجل، الانتساب لغير الأب، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله. هذه خطبة الوداع الشهيرة لخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام الإسلام، ليس كل أحكام الإسلام، لكنه أكد على الأحكام التي يحدث فيها تلاعب كثير وينتشر فيها الفساد بين الناس في ذلك الزمان، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يذكر بعض العلماء أنه في هذا الموطن نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعضهم أنها نزلت بعد الحجة، هذه في الطريق في عودته صلى الله عليه وسلم من الحج نزلت هذه الآية. على كل حال واضح أنه مع أمر حجة الوداع استقر أمر الإسلام وانتهى الوحي، انتهى التشريع، لم ينزل بعد ذلك من القرآن شيء. اكتمل القرآن، اكتمل وحي السماء بحجته صلى الله عليه وسلم من السنة 10 للحج. بعد الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلنا الآن في السنة 11 للحج.